الصلاة إنها عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام. من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر دينه، وإن فسدت فسد سائر دينه. فاتقوا الله عباد الله. الصلاة واحذروا الشرك بالله يا عباد الله، فإنه أعظم المنكرات، والجنة على صاحب الشرك حرام. وإياكم عباد الله والموبقات، إياكم والموبقات فاحذروها. إياكم والزنا، فإن الله عز وجل حرمه بنص كتابه. وإياكم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وإياكم عباد الله وبخس الحقوق عن الناس. وإياكم عباد الله واضطهاد الناس وظلم الناس، فإن الظلم محرم، حرمه الله على نفسه، فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وإياكم عباد الله وشرب شيء من المسكرات، فإن من شربها فإن من مات وهو يشربها كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال أو طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، تذكروا بهذا الاجتماع ما أمامنا من الأهوال والأفزاع. تذكروا الاجتماع يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، وحين الانصراف من هذا الاجتماع تذكروا الانصراف